دابا واش هذا فن ولا عفن؟ كيفاش هادي كتحرض على الفساد امام الكاميرات وكافه السلطات والمسؤولين، وهذا الشيء بفلوس الشعب. جات عنا هاد الايام واحد قليله الادب كيقولوا لها واحد كريمه غيث، كتعرفوها واحد الشنيوله، كتعرفوها واحد المنتوفه شاد التطوال، كتقول للنساء التطوال الكريمات العفيفات اللهم الزهو، يعني اللهم قله الادب وقله العرض ولا زواج القهراء، كتقول اللهم الزهو ولا زواج القهراء، هاد قليله الادب. وانا اقول لها اما غتحترم الناس التطوال وان الناس محافظين وانهم اصحاب اخلاق واصحاب قيم، اما هاد الغنى ما باقيش يتغنى هنا في هاد المدينه. نعم الاخوان الاخوات، اللهم الزهو ولا زواج القهرة. هادشي واقع المغاربه. مغنيه كتوقف امام الجماهير في مهرجان حاضرين له بزاف ديال النساء اللي هما الفان ديالها، كتقول لهم اللهم الزهو، وهما كيجاوبوا ولا زواج القهرة، وتيجاوبوا بالغوات وبالحماس، متحمسات فرحانات. يعني انا بغيت غير نفهم هاد الجمله ديال الزهو اللهم الزهو، يعني في مقابل زواج القهرة. حتى واحد ما غيبغي زواج القهرة، ولكن واش نعوضوه بالزهو؟ شرحوا لنا ما معنى هذا الزهو. واش هذا الزهو هذا حلال ولا حرام؟ شنو هو هذا الزهو اللي حنايا كندعيو الله وكنقولوا اللهم الزهو؟ واش الزهو هو انه يحضر الانسان في مهرجان ويغني قدام مغنيه وكذا؟ هذا يعتبر حتى هو زهو، ياك حتى هو زهو. اذا اللهم هذا الزهو هذا والخروج وفي الليل ومهرجان وكذا والغناء ولا زواج القهرة. بلا ما نهضروا على المغاربه كيفاش كيفهموا ما معنى كلمه الزهو. نتوما قولوا لي حتى نتوما شنو هما هاد الزهو اللي غادي يجي يعوض لينا زواج القهرة. بغيت نعرف شكون هو، علموني فهموني. كريمه غيث والزهو، سمعوا اللهم الزهو اللهم الزهو يا اللهم الزهو. ولكن فاش قالت هاد الفيديو برات قالت لهم علاش انا قلت هاد الهضره. هنا باش نزهاو شنو هو الزهو؟ الزهو هو النشاط اللي هو الشطيح والحيحه وانك مع عائلتك ومع اصحابك، ماشي الزهو بالموضوع بالشرح السوقي او لا شي. انا كنت نعتبر هاد الكلام اللي غتقول كريمه غيث حول هاد المصطلح اللهم الزهو ولا زواج القهرة كنت قالت مره واحده في سياق الاغنيه ودوزتيها. اما فاش كتكون تفاعليه مع الجمهور وكتكرر 3 المرات باش كتحصل داك التفاعل، المعنى ديالها واضح، اللهم الزهو ولا زواج القهرة، لان الميساجات لا واضحين. ولو كان ما كانش الميساج واضح ما تلقاش بزاف الناس كيهضروا عليه. دونك الله يكبر بكم، هذا مثال واحد تنشر واحد الرساله في اللاوعي ديال هذوك الناس اللي كيتصنتوا بان الزهو احسن من الزواج. اش بغيت انا بزواج القهرة؟ واشنو بغيت انا بصداع الراس؟ واشنو بغيت انا كاع بالزواج؟ خلينا ناشطين، الزهو النشاط، الله ودي. السلام عليكم. الزهو ولا زواج القهرة. تخيل ان هذه تقالت في لاسين قدام واحد الجمهور اللي فيه الاف ديال عباد الله. حنا متفقين انها لا قالوها في شي بواط ولا شي بار وضحكوا البنات، نعذروهم، راهم في بار يعني ماشي في جامع، ماشي في عائله، ماشي كذا، ولكن في برنامج في شاشه قدام عباد الله، الاف عباد الله كيشوفوا، الملايين غيشوفوه من بعد. واش تسمع الكلمه هذه ومكتوبه الفوق تحت الرعايه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس؟ ترى راه وصلنا لواحد النيفو، ترى هربان الخوش، فريمون هربان. اش هاد المنكر اللي وصلوا ليه؟ اش هاد المنكر؟ اللهم كيدعيو الله على المعصيه، كدعي الله باش دير المعصيه، حيت الزهو حنا عارفين شنو كاين فيه. يا تبقى تزها كل مره من واحد لواحد، يا تبقى تزها بحال هكا تطيح في المنصات، تطيح في السهرات، تطيح في المهرجانات، تطيح في ما عرفت اشنو، تطيح في شي بلايص اللي ما يتخيلهمش عقلك. ما فهمتش. اللهم المعصيه ولا الزواج اللي هو احله الله عز وجل. انا ديما كتكلم عن الزواج لانه حلال، لانه يعني كيعف الانسان، كيعف الشاب، كيعف الشابه، كيعف الشاب، كيعفهم عن الحرام، كيبعدهم عن الحرام، كيدير لك عقلك على الزواج، كيدير لك عقلك، كتولي انسان منضبط، انسان مسؤول، انسان عنده حياه، انسان عنده قيم، انسان عنده اسره، انسان عنده وليدات كيربيهم، عنده وليدات كيكبرهم، عنده اسره كيبنيها، كيدير شي حاجه في الدنيا.
ماشي انسان تافه، انسان تائه، انسان حضير من هادي لهادي. يا اما الشاب من وحده لوحده ها هو الزهو، يا اما الشابه من واحد لواحد ها هو الزهو. هذا منكر، هذا منكر ويجب التحدث عليه. انا فاش كنتكلم على الزواج او لا كنديرو بشي ولا كنتكلم عليه بشي طريقه ولا كذا باش نشجعوا الشباب على الحلال، باش نشجعوا الشباب على العفه، ماشي نشجع الشباب على الحرام. نشجع الشباب على الحرام شنو نصور؟ اتدي الذنوب ديالهم والاثام ديالهم حيت انت شجعتيهم، حيت انت دعيتي لهذيك الاثم ودعيتي لذاك المعصيه وغادي تحاسب عليها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سنة سيئة في الاسلام فله وزرها ووزر من عمل بها. اللهم الزهو ولا زواج القهرة. ويلي ويلي فين وصلنا، رجعنا لهذاك الشيء ديال الجاهليه. ماشي الجاهليه ديال قريش، لا لا لا، الجاهليه ديال بوسبير. هي مات كانت سايبه، كانت فرنسا باقا هنا، هي فين تخترعوا بحال هاد المصطلحات هادو وزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا، ولكن كيفاش تجبدوا بهاد الوقيته بالضبط فاحنا مطالبين اننا نفسروها في العموم. هادي سيدي كتقول لك اللهم، يعني كدعي الله سبحانه وتعالى ياك. الزهو لا مشينا للمعجم المعاني بقينا تما، ما كاينه الزهو بقيتي تما. المهم الزهو لا فهمتي، ذاك الدب المزهو بنفسه هي الغرور، فهمتي، التفطاح، العياقه بالدارجه. اما زهو الدنيا بحال تقول الزخرف ديالها والملذات ديالها. دابا هاد السيده ملي كتقول لك اسيدي اللهم الزهو ولا زواج القهره، راه اوتوماتيكمون كتضرب في الزواج. كتقول لك اودي يا العيالات بعدكم ما ديروا بالزواج، فهمتي، بقاو كتزهاو. الزهو راه فيه وفيه، لان كاين الزهو ديال قعر المجتمع، وكاين الزهو ديال الهاي كلاس. الزهو ديال قعر المجتمع شنو فيه؟ مثلا جبتي شي وحده باغي تزهد انت وياها، ولا هي جابتك نيت وبغات تزهى هي وياك، والو حدا كتشري واحد جوج ولا ثلاثه ديال بول بوادر، كيشريو معاهم واحد السيليسيون وشي رابعه ديال الميكا، فهمتي، وديك اورانج بوم. هادو الدوزان اللي غيوصلك ل 48 ساعه، غيوصلك عند الوكيل صافي، وكينوضوها كيبقاو بوت 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 بوت، كينوضو يزهاو مع راسهم. تزيد عليها الزهو ديال الهاي كلاس، تجيب ليها واحد الويسكي يا سيدي عنده واحد 15 عام، واحد 20 عام كدا، كتهبط لها واحد 5000 درهم 6000 درهم ديال المشروبات الروحيه. تزيد تقدر تجيب ليها البيضه باش تمتع نويفاتها. مولاها قال لك شي الدنيا عطاتو مبرع غير نويفاتو. وهذا الشيء كامل كيبقى مصطلحات في الفن الشعبي. حنا كيف كنعرفوا ان الفن الشعبي فيه هذا الشيء الدارج، وفيه هذا الشيء ديال السوسيه وديال الشلوح حتى هو، وعاد فيه داكشي ديال اليهود. فاش غادي نقول لكم بالنسبه لا ديال اليهود لا ديالنا حنا، فهمتي، ديال العربيه، شحال هذا كان كيدوي على الحب والغرام والطاسه، ولكن كيدوي عليهم بواحد المصطلحات في شكل بحال هاد القضيه ديال اللهم الزهو ولا زواج القهره. وكاين شي امور واخطار من هاد الشيء في شكل بحال تعالى تبات، راه الليله حلات. يعني شنو هاد الشيء؟ الدعوه للفاحشه. زيد عليها سيدي. قال لك مزاب هاك والخاوي جيبوا الشراب، يعني هاتا نوضوها بلبلوها زهاو مع راسكم. زيد عليها سيدي قال لك عنق موشو بنت الصدر. زيد عليها هذيك الاغنيه، راه دابا رجعها شي واحد كيقولوا لي الحاج فلان، فهمتي، كيعيطوا عليه في العراسات وكتعيط عليه دوزام. وهذه واحد الاغنيه بشكل كتقول لك وهي الحبيب دير شي حيله وديني لداركم. انت شوف اصاحبي فين واش شحال هذا شنو كانوا كيقولوا اصاحبي. دير شي قالب وديني لداركم، ما تخافش من با. المهم هاد الاغنيه راكم عارفينها. تزيد عليها شلا وبلا والي ديال هاد الاغاني الفاحشه. هادشي راه كانت تحيد واحد الوقيته، ودابا ها هما بغاو يرجعوا في هاد اللهم الزهو ولا زواج القهره. وكانت قالتها وحده الخيال العلمي، قالت لهم ما كتعرفوش، قالت لهم نبقى قحبه بلا زواج الدل. يعني هادي شوف فين وصلات، هادي طوب نيفو. اللهم تبقى كدور في الزناقه فهمتي، وكتهز تخطف البلايص وما نعرف شنو ولا زواج الدل. دابا الزواج سماوه بالدل
وهادو سماو بالقهره يا عباد. خطيره في هذا الشيء كامل هو يما ديال المتزوجه يعني الخيانه الزوجيه ولا ديال المطلقه. اش قالت لها؟ قالت لجارتها، قالت لها لله يا جارتي شدي لي ولدي انزها ونولي. ويلي ويلي ويلي. الخيال العلمي والزوينه كاع هي ديال حضري الخاميه وزيدي في النعاس. هما مقاصرين مع روسهم زاين مع روسهم ودايزه هواجر فلتذهب البشريه الى الجحيم. شنو بغيتوا توصلوا لهاد البنات اللي طالعين ان الزواج ما عندكم ما ديروا به، مع العلم انهم راه كيتسطاو على الزواج صح. لو كان تعرفوا اش كيديروا العيالات من اجل الزواج وتا والله الدماغ ديالك يتفرقع. سيروا شوفوا هاد الصالحين والاولياء بين قوسين، الصالحين والاولياء بين قوسين، وشوفوا على داكشي البدعي والشرك اللي تيوقع فيهم. اش منك يا قراصن كيتلاحوا. كاين واحد ما عرفتش كيقول لي 3 سيدي بوقدره نواحي اسفي طريق كلها عامره قراصن والسوتيامات. عيشه البحريه، هاد عيشه البحريه كنت مشيت لها شحال هذا ملي كنت صغير وكنت شفتها فيها. هاد عيشه البحريه اش كيديروا فيها؟ كيدخلوا بحال هكا هاد العزبات هادو كتشد هذاك الكيلوط ديالها ولا السوتيامات ديالها كتلوحهم تما وكتكتب سميتها في الحيط. باش تعرفوا اصاحبي راه غيتسطاو باش يتزوجوا. زيد هاد مولاهم عبد الله مغاره هما جايين كيلوحوا في الزهر، كيلوحوا في الفلوس، كيلوحوا في الثوب خضر، حتى راه ما خلاوهم ما داروا على ود الزواج. راه يكذب عليكم كذاب. راه هادشي راه ما تبقاوش تطيقوا كامل. والخايبه كاع فهاد اللهم زهو ولا زواج القهره. فدابا كتلقى انها مراتك ياك الزوجه ديالك في راسك هتقيس بحال هكا وتزراق ليها هادي ولا تبلى عليك ولا هادي دايرين ليها خليه على مستوى البوليس والدرك الملكي وخليه في المحاكم، خليه العنف ضد النساء. يا ويلك وتقيسها. مشيتي فيها بالترسانه القانونيه وكذا موجدينها باش يغرقوا لبابك الشقب. ولكن في حين ملي هاد خيتي هادي كتدعو للزهو مع الصديق مع الصاحب، خاصكم تعرفوا واحد اللعيبه وكنا كنشوفوها شحال هذا لا ملي كنا صغار لا ملي وصلنا للمراهقه، وكتلقى شي جوج مصاحبين بحال هكا بيناتهم هذيك الغيره وداك الحب والغرام وداك التبريش، وتا راه كيوقع بيناتهم شي فلاش، تا راه كيشدها كيبقى على بوها يدقدق فيها بو تشري تربع دو خاصو ما يخليش فيها الاماره باش ما يشوفهاش بوها ولا هادي، وما كدير معاه والو صح. شي صاحبه ما دير معاك والو، تخلي ضربوها دقدق الراب زدك والو ما غدير معاك والو. ما فهمتي؟ بعد من السيكاتريس والعينين وكذا لا يزراقوا ولا هادي، وخذ راحتك معاها في الحرام. ولكن في الحلال يا با والله بقيتي تقستي هما الجمعيات كيساينوك هازين المطارق يضرب امك تتنقص. الكلاب راه كنقول لكم اشنو واقع، ماشي كنقول لك فرقع صاحبتك ولا هادي. با شوف فرقعتها تحمل مسؤوليتك، راه لا بغات فيك الخدمه با راه تمشي لعندهم. وتمشي عند مالين الوقت القليله تقول لهم التغرير. هاد السيد ما ندويش على قصير هذاك مشيتي بالتيخه با، حنا كندويو على بعقالها فهمتي، فايته 18 20 هادي تمشي ليهم وتبكي عليهم التغرير، واعدني بالزواج ودار فيا ما بغا. والله يا امك تشطحك داكشي علاش شي واحد بان لك كيتفلى عليك الاخت الكريمه فهمتي، وكبرتي شويه في العمر وهاد الزهو هذا ما نفعكش، راه تقدري تصمري ليه التغرير. شوفوا واش غيديروا معاك فهمتي، يسيروا عند القاضي شوفوا واش غيديروا معاك، واش غيجوجوك ليه صحه ولا ولا غيصيفطوا باباه يضرب العدس والدز. فهذه الساقطة لم تكتفي بما تمرغت فيه طويلا من أوحال أفلام الفحش والزنا نعوذ بالله، بل خرجت لتنفس سمومها على منصة مهرجان الفجور والفسوق صارخة اللهم الزهو ولا زوج القهراء، ويردد ذلك الكلام خلفها بحماسية عارمة كل فاشلة في حياتها الزوجية وكل نسوية علمانية خبيثة بحثا عن تبرير لشهواتهن، زاعمات أن الزواج الشرعي قفص ليستبدلنه بالدعارة
عيانا بيانا، حيث يعني الزهو عندهن التحلل المطلق، وزواج القهر افتراءهن على ميثاق العفاف، بينما تركض خلفهن كلاب مثلية. هذه ليست قدوة أحبابي، بل هي وبال ناجز وعار مستأصل ودمار للأمة بأسرها، وهي السبب المباشر لجلب عذاب الجبار. لذلك نعلنها صريحة: نحن براء إلى الله من هذا الفسق ومروجيه، وترقبوا عقاب القادر سبحانه وتعالى، واسمعوا حكم الخالق جل وعلا في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا المثل ينزل قاصما لظهور العلمانيين ومروج الشذوذ، ليلبس المجتمع الذي يرضى بالفساد رداء الجوع والخوف نكالا بما صنعت أيدي السفهاء. فالحذر الحذر